أنا أكيد رح تسمع قصة وبدايتها من أول طبلة على سحورنا ولحد المدفع لفطرنا. ضيف جاي عشان به نستمتع بيجمعنا حب الفن والأشعار. وحشتنا حكاويكم يا عطر يفوح من الأزهار. على بالنا يا لحن منور الأشجار. بيحلى الوقت بوجود سحور وفطار، ومهما تغيب شموس ضيفكم سيرتكم عطرها يضوي ألف نهار. فرقنا دروب العمر وين ما نكون. وتجمعنا فنون من كل جنس ولون. إذا كان قلبك الصافي يحب الفن هنبقى أصحاب لآخر العمر، لو كل البشر أغراب طول ما الفن حكايتنا لآخر الدنيا. إحنا أصحاب. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مبدع على السحور. معنا ومعكم ضيف جديد، هو روائي وشاعر كردي سوري يحمل الجنسية البلجيكية، ترجمت بعض أعماله إلى اللغات الأجنبية، حصل على جائزة كتارا عام 2017 وجائزة فرسان القوافي لعام 2010. معنا ومعكم في مبدع على السحور الشاعر والروائي هوشينغ أوسي. الأصدقاء الأعزاء، صديقات العزيزات في مصر العزيزة وفي كل مكان، مساء الخير. كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. هوشينغ، الألقاب الأدبية مسؤولية تجعلك تتساءل ماذا سأقدم وأستحق. متى شعرت أنك تستحق هذا اللقب وبدأت أن تعرف نفسك وتقول أنا الروائي والشاعر والقاص هوشينغ أوسي؟ الكتابة مسؤولية. الكتابة بوصفها تعبير عن الحياة تضاعف المسؤوليات لدي. دائما أشعر بأنني مديون لهذه الحياة. الحياة أعطتني الكثير وينبغي أن أعطيها أكثر. الكتابة أيضا أعطتني الكثير. بالنسبة لي هي الأكسجين، هي الرئة، هي الشرفة التي أطل من خلالها على الحياة. مسؤولية الألقاب المترتبة على فعل الكتابة ومزاولة الأجناس الأدبية هي مسؤولية كبيرة. أكون حذرا فيما يتعلق بمسألة الألقاب، لكن شعرت بأنني صرت أستحق مثلا لقب الشاعر بعد تجربة لا بأس بها في الكتابة الشعرية. فيما يتعلق بالرواية أيضا بدت أعتقد بأنني أستحق لقب الروائي. فهذان اللقبان هم يعني الأحب إلى قلبي. مارست العمل الصحفي أيضا، يعني يمكن أن أكون مستحقا لهذا اللقب أيضا. أحيانا بعض الأصدقاء والزملاء يصفونني بالناقد، أنا حذر من هذا اللقب، ويعني شرف لا أدعي. تحت وطأة هذه المسؤوليات، مسؤوليات الألقاب، هنالك واجبات ينبغي علي القيام بها لكي أبقى مستحقا لهذه الألقاب. الحصول على الجوائز الأدبية من وجهة نظرك وبشفافية تعتمد أولا على الحظ؟ لست ممن يسعون إلى شيطنة الجوائز الأدبية، وبل يعني لدي تحفظ شديد في هذا الخصوص. ربط الجوائز الأدبية أو حصر الجوائز الأدبية بعامل الحظ فيه تجني على الجوائز، على الكتابة، على الأعمال التي فازت بالجوائز، على لجان التحكيم التي قيمت هذه الأعمال ورأت بأنها تستحق هذه أو تلك الجائزة الإبداعية. ربما يكون هنالك عامل الحظ ليس بالمعنى التقليدي، يعني رواية جيدة وجميلة يحالفها الحظ بأن تقع بين يدي ناقد متفهم، ناقد متنور،
يمتلك أدواته، لا ينتمي إلى الجيل التقليدي للنقاد. أي عمل إبداعي حداثوي قائم على التجريب والتجديد، بعيدا وبمعزل عن الاختلاسات والاقتباسات والطناس. عمل أصيل، يعني أصيل من صلب خيال الكاتب والمبدع. ربما يعني عامل الحظ، إن أردنا أن نتحدث عن عامل الحظ، يكون في أنه هذه الرواية تقع بين يدي ناقد متفهم، ناقد أصيل، يحلق بجناحين أثناء تعامله مع النصوص الإبداعية، جناح الأصالة وجناح الحداثة. في هذا السياق، في هذا الإطار، يمكنني أن أصنف أو أتحدث عن عامل الحظ. لكن لا يخلو الأمر أحيانا يعني أعمال روائية أو أعمال قصصية أو أعمال شعرية متواضعة لسبب ما تفوز بجائزة ما. يمكن الحديث عن نقطة الحظ أو عامل الحظ هنا. يعني ممكن، أو هنالك احتمال وارد لا يمكن أن أنفيه، لكن لا أستطيع أن أعمم أيضا. يعني ماذا كان شعور هوشنغ أوسي عندما تلقى نبأ الفوز بمسابقة كبيرة مثل مسابقة كتارا؟ عندما فازت روايتي الأولى بجائزة كتارا للرواية العربية، روايتي وطأة اليقين، يعني كنت سعيدا جدا، يعني ولم أكن أتوقع فوز هذا العمل بهذه الجائزة المهمة والمرموقة. يعني لا يمكنني أن أصف سعادتي في تلك اللحظة. ونشرت فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في قناتي على اليوتيوب ما يشبه يعني خطاب الفوز بهذه الجائزة، لأنني يعني لأسباب تقنية تتعلق بالباسبور لم أستطع حضور يعني حفل التتويج. الجائزة نقلتني من ميدان الشعر والكتابة الصحفية إلى ميدان الكتابة الروائية، وبشكل يعني قوي. ترجم العمل إلى اللغة الإنجليزية وإلى اللغة الفرنسية. صدرت الطبعة المصرية من هذا العمل في شهر فبراير الماضي على هامش معرض الكتاب في القاهرة. ويعني جرى حفل توقيع في العاصمة، التي كانت أكبر عندما يعني أيضا صدرت الطبعة الأوروبية من هذا العمل. الطبعة الأولى كانت في بيروت، والطبعة الثانية في القاهرة، والطبعة الثالثة حاليا في البلدان الأوروبية. حدثنا عن تجربة المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. للقاهرة بشكل خاص ولمصر بشكل عام مكانة خاصة في قلبي. الطبعة المصرية من روايتي وطأة اليقين أهديتها للقاهرة. مشاركتي في معرض القاهرة تقريبا منذ 2019 وحتى الآن، يعني لم أنقطع عن أي دورة من دورات المعرض. أول من قدمني للوسط الثقافي المصري هو الأستاذ الدكتور زين عبد الهادي في معرض القاهرة دورة 2019، واستمرت يعني التفاعل مع الوسط الثقافي المصري سواء أثناء حضور المعرض أو حتى من خارج المعرض. طبعا لا يخلو الأمر من بعض المنغصات التي أحيانا تعتري الحياة أثناء التعبير عن وجهات النظر أو التعبير عن الذائقة الأدبية. أيضا يعني مع المحبة الكبيرة الغامرة التي لقيتها في مصر
من الأدباء والمثقفين والمؤسسات الثقافية. كان هنالك يعني شيء من الهجوم والعزف والتشويه أيضا، يعني هذا موضوع يعني نتيجة تضارب في وجهات النظر في المواقف الذائقة. لكن أنا غالبا عندما أعبر عن وجهة نظري حيال عمل أدبي معين غالبا أكون يعني مالئا يدي من الموضوع، ولا ألقي الرأي هكذا جزافا على عواهن. إبداعات ومخطوطات أوسي المترجمة هل لها نصيب من الترويج كما هي باللغة العربية؟ قلما أتحدث عن نفسي فيما يتعلق بموضوع الترجمة. روايتي الأولى كما ذكرت ترجمت إلى اللغة الفرنسية والإنجليزية لديوان صدر عن مركز الشعر هنا في بلجيكا، وهو أهم مركز شعر، مركز تخصصي في الشعر في بلجيكا وهولندا. وأنا عضو في نادي القلم البلجيكي وعضو نادي القلم الدولي. مقالات، بحوث ودراسات ترجمت لي إلى اللغة الإنجليزية، إلى اللغة الفرنسية. نصوص شعرية ترجمت إلى التركية وإلى الفرنسية والإنجليزية. لكن لا أزعم بأن هذه الترجمات لقت رواجا. ربما في المستقبل شأن أي كاتب يعني تلقى نصوصه الإبداعية بطريقة ترجمة رواج. شاركت بالمسابقة الختامية التي نظمتها جمهورية الجزائر تحت رعاية رئيسها حينذاك لجائزة فرسان القوافي بنص مصور ترك انطباعا إيجابي. حدثنا عن هذه التجربة. تلك كانت مشاركتي الأولى خارج سوريا في مسابقة أدبية نظمتها مؤسسة الأيام الجزائرية، مسابقة معنية بالشعر، وشاركت بقصيدة نثر. كان ذلك في 2010. وقت ذاك كنت خارج سوريا، كنت في تركيا، وأعاني الأمرين من ملاحقات النظام السوري ومن ضغوطات النظام التركي. وقت ذاك لم أستطع المشاركة المباشرة في حفل تقديم الجوائز، لكن شاركت بفيديو، قرأت القصيدة بفيديو. وكان الأمر يتعلق بالأداء، لأنه كان هنالك منافسة شديدة ما بين بعض المتسابقين، وبقي مسألة الإلقاء والأداء لكي تحسم لجنة التحكيم الأمر و يعني تمنح الجائزة للفائز. يعني كانت مشاركتي الأولى، و يعني جائزة أفتخر بها بصراحة في ذلك الوقت في 2010. من القاهرة إلى الشاعر والروائي هوشنج أوسي، سعدنا بك في هذا اللقاء. شكرا جزيلا أعزائي المستمعين، كنا معكم في مبدع على الصخور. قفي أيتها الغيمة لدي ما أقوله لك. أثناء مروري في بلاد الكرد استقبلتني عاصفة حمراء ترتدي معطفا أسود من معاطف ديسمبر. صافحتني بحرارة، عانقتني كأنها تعرفني ولم تلتقي بي منذ دهر. كلمتني بلغة غريبة فهمتها. سألتني: لماذا أنت مسكون بشياطين لا حصر لهم؟ قالت: نحن نوروزك، أحررك مما أنت فيه. نهضت، أدرت ظهري للعاصفة، ما عدت أعرف
من أين أتتني كل تلك الطعنات المسمومة.